المومياء دي تم العثور عليها سنة 1881 في خبيئة الدير البحري في الأقصر. واضح قوي إنها بتصرخ وتتألم من شيء معين، وراسها متشنجة ناحية اليمين، وكمان رجليها منحنية ومتصلبة مش مسترخية، ومش راسها مرتاحة زي المومياوات التانية. طحنتها تم بعناية فائقة، وتجويف جسم المومياء مليء بالمواد الغالية ذات الرائحة الجميلة زي الراتنج والبخور العطري. إيه حكايتها؟ تم فحص المومياء بالأشعة المقطعية، وكمان اتعمل لها تحليل DNA، وكانت نتيجة تحليل DNA إن دي مومياء الملكة ميريت آمون ابنة رمسيس الثاني من زوجته نفرتاري ملكة الجمال. وبعد وفاة نفرتاري، رمسيس الثاني تزوج ابنته ميريت آمون اللي أصبحت ملكة. أما الأشعة المقطعية فكشفت لنا إن كان عندها تصلب شديد جدا في شرايين القلب، ووفاتها كانت بسبب أزمة قلبية حادة، وده سر الألم والمعاناة اللي على وجهها، لأن الأزمة القلبية بتكون مؤلمة جدا.